اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن يا أميرة أنا مش متقبل وجهة نظرك. طب ليه كده؟ المفروض يعني إنها تعرف وتحدد موقفها، إن كانت يعني هتستمر في صداقتها معاكي ولا هتبعد عنك. إيه؟ تفتكر ممكن نور تبعد عني؟ بحكم معرفتي بنور فأنا بقولك نور عمرها ما هتبعد عنك. أتمنى يا طه، أتمنى. طب يلا جهزي نفسك بقى، لأن خلاص آخر امتحان كمان يومين وترتاحي بقى من سنة تانية ثانوي، وننتقل بقى لتالتة ثانوي ونخلص السنة دي ونرتاح من وجع القلب ده. امتى بقى نرتاح من وجع القلب ده ونرتاح كمان من الدروس ومن المذاكرة؟ هانت يا حبيبتي وهترتاحي وتبقي أجمل دكتورة في الدنيا. لا يا عم، أنا لا عايزة أبقى دكتورة ولا غيره، أنا عايزة أنجح وبتقدير حلو قوي وأدخل أي كلية ما افتحش كتاب فيها، بس كده. امشي يا بنت من هنا، امشي. ايه ده؟ بالراحة يا عم ما تزقش الله. وفاقت أميرة من سرحانها على صوت هند. يا حبيبتي حرام عليكي، كفاية كده، احنا بقالنا أكتر من 3 سنين على الحال ده، كفاية حرام عليكي. مش قادرة أنسى يا ماما، هو بجد اللي حصل ده؟ يعني بعد ده كله وبعد ما حبيته وحبها ليه يا ماما ليه؟ حرام عليكي يا أميرة، كفاية كده، انتي بتوجعي قلبي أكتر ما هو موجوع. ماما قلبي وجعني عليها قوي، في وجع هنا وحاسة انها مش كويسة، حاسة انها بتهرب من الماضي، بتحاول تكمل حياتها. أنا حاسة اني وجعتها قوي يا ماما. يا حبيبتي ده مش ذنبك ولا ذنبها، احنا بشر مش ملايكة، لازم نغلط ونتوجع ولازم نغضب ونتعصب ونسامح. نور هتسامحك، نور لسه ما تعرفش الحقيقة اللي مخبينا عليها، وصدقيني لو كانت عرفت عمرها ما كانت بعدت عنك، ولا انتي كمان كنت هربتي منها وسافرنا. احنا كلنا اشتركنا في وجع قلبها يا أميرة، وهي تقدر تسامحني يا ماما؟ تفتكري يعني هرجع تاني لحضنها؟ وصوتت بصوت عالي وقالت يا نور سامحيني يا نور، أنا ضيعتك من إيدي، أنا السبب يا نور. وفي بيت نور كانت متجمعة مع عيلتها، وفجأة إيه ده؟ أنا قلبي وجعني ليه؟ أنا حاسة إن أميرة فيها حاجة. مالك يا حبيبتي؟ اللي فكرك بأميرة بس؟ هو أنا نسيتها عشان أفتكرها؟ أميرة ساكنة جوايا يا ماما. بعد اللي حصل ده ولسه مش قادرة تنسيها يا نور؟ يا ماما أرجوكي بلاش نفتح في الماضي، خلاص وقت عدى وفات. عن إذنك أنا هدخل أنام لأن عندي محاضرات بدري. تصبحي على خير. ربنا يريح قلبك يا بنتي. وفي أوضة نور كانت بتكلم نفسها. وحشتيني يا أميرة، ليه بعدتي عني؟ حرام اللي عملتيه فيا، أنا مش قادرة أتخيل حياتي من غيرك، ارجعي لي أرجوكي ارجعي لي. وفضلت تعيط في صمت وافتكرت الماضي. فلاش باك. بابي يا بابتي يا بابا، سلمتي انت فين يا حاج؟ الله، انا هنا يا حبيبتي، تعالي. ايه القمر ده؟ طبعا قمر، ده سلومه يبقى بابتي. يا بنتي يا بكاشه، ها عايزه ايه بقى؟ قولي، بعد الكلام ده شكلك عايزه حاجه. يخرشي على حبيبي اللي فاهمني. ايوه قولي بقى عايزه ايه؟ بصي يا حبيبي، اميره وطنط هند عايزاني اسافر معاهم فسحه شرم، وانا قلت لها لازم بابتي هو اللي يوافق الاول. طب ولو قلت لا؟ هقول حاضر يا بابا عن إذنك. نور بلاش، قلبي مش مطمن، قلبي مخطوف، بلاش يا بنتي. حاضر يا بابا اللي حضرتك تشوفه عن إذنك. وسالم بحيرة وحزن على نور. قلبي وجعني عليكي، حاسس انك هتتأذي يا نور، انتي بريئة قوي. سالم انت قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ الله، مالك يا سالم، في ايه؟ نور عايزة تروح مع أميرة شرم. ايوه هند كلمتني وقالت لي، بس انا قلت لها اسالك الاول واشوف رايك ايه. رايك ايه يا حبيبي؟ ما ينفعش يا عايده، انت ناسيه ان طه هيكون معاهم، هتروح معاهم صفتها ايه بقى؟ من الناحيه دي اطمن خالص، هند قالت لي ان طه مش هيروح، عنده امتحانات ومش هيعرف يروح، والحكايه اسبوع يا سالم. يلا بقى عشان خاطري ما تكسرش بخاطرها. طب اديني فرصه افكر وبكره ارد عليكي. وتاني يوم متجمع سالم وعايده وشروق ونور وبيفطروا. نور يا حبيبتي انا موافق انك تروحي مع اميره، بس خلي بالك من نفسك. بجد يا بابا؟ يا حبيبي يا بابا، بحبك قوي. حبيبتي انا ما اقدرش على زعلك ابدا. وشروق غارت. يا سلام، وانا يا بابا ولا انا بنت البطه السودا بقى؟ انا بطه سودا يا جزمه، تصدقي يا بنت بقى حلال فيكي الضرب. الحقني يا بابا، الست دي بتعذبني كل يوم وانت مش موجوده. خلاص يا حبيبتي اخر مره، شروق جميله وبتسمع الكلام. يلا حبيبتي اتاسفي لماما. سوري يا ماما. تعالي يا حبيبتي في حضن ماما، انتي بنت شطوره وبتسمع الكلام، وعيب لما تتكلم كده، مش كده برضو يا قلبي؟ انا شطوره يا ماما وبسمع الكلام، انا بحبك قوي يا ماما، هاتي بوسه بقى يا ماما.
طب وانا يا ماما انا كمان شطوره وبسمع الكلام، عايزه بوسه انا كمان. تعالي يا حبيبتي، احلى بوسه لحبيبه قلبي. يلا روحي بقى اتصلي باميره وفرحيها انك هتروحي معاهم. صح، يا خبر، ده انا كنت هنسى. واتصلت نور باميره، واميره فرحت جدا وكانت مستنيه انها تخلص امتحانات وتروح مع نور ويقضوا الاسبوع مع بعض. وفي شقه اميره، ماما يا ماما، نور جايه معانا، عمو سالم وافق، انا فرحانه قوي يا ماما. بجد يا حبيبتي؟ طب تمام، احضر انا بقى كل حاجه وبعد الامتحانات نسافر اول الاسبوع. واميره حضنت هند وكانت فرحانه قوي من قلبها. لا، الطار ولا العار، الطار ولا العار، لازم اخد بطاري، هي وصلت للاحضان لازم اغسل شرفي بايدي، الطار ولا العار. بس يا جزمه. احنا اسفين يا ست الكل، ها بقى في ايه كميه الحب دي؟ نور جايه معانا شرم. بجد؟ يعني خلاص عمو سالم وافق؟ طبعا، عمو ده حبيبي وبرضه مرضاش يزعل نور، اصلا كله الا زعل نور، وخلاص هنسافر يوم السبت. ايوه بس انا لسه عندي امتحانات وهخلص يوم الاثنين. لا يا حبيبي، ما انت مش جاي معانا. انا قلت كده لطنط عايده. ليه بس يا ماما، حرام عليكي. هو كده، ويلا كل واحد على مذاكرته. حاضر يا ماما. ليه قلت لهم كده يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا عامل حسابي اكون معاكم. الكلام خلص يا طه، ولو كده تعالى اخر يوم وقضي معانا. ماشي يا ماما، عن اذنك. ونرجع من فلاش باك. فاقت نور من شرودها. يا ريت بابا كان رفض يومها يا أميرة، بس برضه كلمته ما كانتش هترجع اللي راح. وحشتيني يا أميرة، ارجعي أرجوكي، أنا محتاجة لك جنبي قوي. خلاص يا أميرة، أنا اتجوزت آسر وبقيت مراته. خلاص يا أميرة، كل حاجة خلصت للأبد، والبعد بقى مكتوب إن دي نهايته خلاص. وفي مدينة شرم الشيخ، في أحد المنازل اللي بتطل على البحر، كان قاعد شاب على كرسي متحرك وباصص من بلكونة بتاعت أوضته، والشاب ماسك صورة. ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. سامحيني، انا ما قدرتش اواجهك، مش عايزه ابقى حمل عليكي. هتعيشي ازاي مع شاب متقاعد؟ سامحيني، انا بحبك ومش قادره انساكي. انا متابعك ومتابع كل اخبارك من الاكاونت بتاعك، بشوف صورك وانتي بتضحكي، شايف في عيونك حزن كبير وانا السبب فيه. سامحيني ارجوكي، عيشي حياتك، انسيني، عيشي حياتك يا حبيبتي، بحبك. ونزلت دموع من عيونه. انساها يا حبيبي، كفايه كده، حرام عليك صحتك. مش قادر يا ماما، انا بحبها، انا عشت عمري ابني في احلام ان انا وهي مع بعض، حلمت بيوم فرحنا، حلمت باولادنا. ليه يا امي، ليه يحصل معايا كده؟ ليه اتحرم منها؟ ليه قصتنا ما تكملش؟ ليه؟ حد يقول لي ليه؟ بس يا حبيبي حرام عليك، ده قضاء ربنا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. استهدى بالله يا حبيبي، واتمنى لها ان ربنا يعوضها. ونعم بالله. لو سمحتي يا امي، انا عايزه ابقى لوحدي. والام بدموع ووجع قلب. حاضر يا حبيبي، ربنا يريح قلبك يا ابني ويصبرك على فراقها ويسعدها في حياتها، هي ملهاش ذنب في اللي حصل ده. انا عارفه انها اكيد بتفكر فيك وبتسال ليه عملنا فيها كده، وليه بعدنا كلنا من غير ما نوضح لها اي حاجه. وخرجت الام وسابت ابنها، بس قلبها بيتألم على رؤيه ابنها، وبكت الام على حال ابنها. يا رب، يا رب ارحمه برحمتك، خفف من وجع قلبه يا رب، اصلح حاله يا رب، رجعه ليا من تاني يا رب، يا رب اقف جنبه، ده قضاءك يا رب، انا عارفه لطفك بينا يا رب. وفي مصر تاني يوم من خطوبه نور وآسر، آسر طلب من والد نور انه حابب يخرج ويقضي اليوم مع نور، لكن سالم رفض الموضوع. ليه بس كده يا عمي؟ لو سمحت، انا عايزه اقرب من نور، ارجوك يا عمي، ارجوك. يا آسر، اسلوبك ده غلط، انت كده بتضغط على نور باسلوبك ده. يا عم انا بحاول اقرب من نور، عايزها تعرفني، عايزها تعرف آسر جوزها. انا دلوقتي فهمت ليه هي رفضت. تقصد ايه يا عمي؟ كلمة جوزها دي نور مش متقبلة، نور مش متقبلة لسه ان انت جوزها، بلاش تضغط عليها يا ابني. حاضر يا عمي، ممكن نقعد هنا مع العيلة، ما هي برضو لازم تتعود، انا بقيت جزء منكم. طبعا يا ابني، ده بيتك واحنا عيلتك. ودخلت عايدة وقالت: حبيبي اعمل ايه يا ابني؟ الحمد لله يا خالته، انت اخبارك ايه؟ بخير، طول ما انت بخير يا حبيبي. ايه يا عايدة، احنا مش هنتغدى ولا ايه؟ قولي للبنات ويلا، عايزين بقى نتغدى من ايدك الحلوة دي. وعايدة ضحكت: من عيوني يا حبيبي، عن اذنك يا ابني هحضر الغدا. اتفضلي يا خالته، لو تحبي اساعدك انا في الخدمة. لا، انت تقعد معايا هنا، وهم لما يخلصوا هيقولوا الغدا جاهز. في ايه يا عمو؟ اوعى تكون غيران على خالتي مني، ها؟
بصراحة غيران عليها، وبعدين انا كنت الراجل الوحيد بحياتهم، هوبا تطلع انت في وشي وتاخد راحتك بقى على الاخر. لا بقول لك يا عمي، انت حر مع خالتي وشروق، لكن نور انا راجلها، يعني نور تبعي. ها يلا يا واد امشي من هنا، يلا روح على بيتكم ياض. لا. وعايدة حضرت الاكل. يلا يا سالم، يلا يا آسر. حاضر يا حبيبتي جايين اهو. ودخل آسر وسالم ونور وشروق وعايدة، وكل حد قاعد في مكانه، وقعد آسر على الكرسي اللي جنب نور، وبدأوا كلهم ياكلوا، وآسر بهمس النور وحشتيني، ونور فضلت تكح. اسكت بقى بالراحة يخرب بيتك، في حد بيجري وراكي ولا ايه؟ كلي واحدة واحدة هتفضحنا قدام العريس. اخرسي يا بت اخرسي. الله انت ساكت ليه يا جدع؟ انت ما تقول لمراتك يعني تقص لسانها. لا بقول لك ايه، مراتي حبيبتي تعمل اللي هي عايزاه. ايه ده انت بتقول انت كمان؟ وانتي اخرسي بقى. الله لا يا نور، اول مرة الجزمة دي تقول حاجة صح، انتي فعلا بقيتي مراته. الله عليك يا خالته. هو ايه اللي الله انت كمان بتقول لك جزمة تقول لها الله؟ معلش يا شروق على رأي نور يعني، بس انا بتكلم على اللي بعد جزمة. خلاص بقى يا ولاد كفايه هزار، ويلا كل واحد يكمل اكله. علم وينفذ يا فندم. ونور بهمس لآسر. الكلام على هواك مش كده؟ ماشي يا رخم ماشي. وآسر بنفس الهمس. بصراحة ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل معاهم تاني؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.